يا مساء الفل. فيديو النهارده هنعمل فيه مع بعض طاجن المكرونه بالسجق زي بتاع المطاعم، ويمكن احلى كتير يا جماعه. هو مش يمكن، هو اكيد ان هو احلى كتير قوي من اللي انا اكلته بره في مطاعم كمان كبيره. النهارده هنعمله بطريقه حلوه وسهله بسيطه جدا، ومش هقول ان هو اقتصادي عشان هو بصراحه ما فيش فيه اي حاجه اقتصاديه خالص، بس المهم ان احنا هناكل فيه حاجه حلوه كاننا جايبينها كده من بره ومتعوب عليها. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه ببتدي بيها هي سلق المكرونه. حله على النار بنزل فيها بكميه محترمه كده من الميه، وبعد ما بتغلي بضيف فيها نص معلقه صغيره من الملح. بلاش نحط زيت يا جماعه، لان المكرونه دي هيكون فيها بشاميل، فمش عاوزاها تكون فاصله كده من بعضها. تمام كده. هنزل على طول عندي بكيس من المكرونه اللي هي الاقلام دي، وزنها كان 400 جرام. مجرد ما المكرونه بتاعتي تغلي كويس جدا واتاكد ان هي استوت صح يا جماعه ومظبوطه، بس في نفس الوقت ما تعجنش، هاخدها كده صفيها من غير ما اشطفها بميه بارده. تمام كده. بعد كده بجيب عندي حلة على النار بنزل فيها ب5 معالق كبار من الزبدة. وهنا بقى احنا هنعمل بشاميل. حلة على النار هنزل فيها ب5 معالق كبيرة من الزبدة، عليهم 3 معالق كبيرة من السمنة. تقدروا تعملوا الكمية كلها سمنة، وتقدروا تعملوا الكمية كلها زبدة. تقدروا تعملوا ميكس، تقدروا تعملوا ميكس ما بين السمنة والزيت، تقدروا تعملوا ميكس ما بين الزبدة والزيت. شوفوا ايه المتاح عندكم واعملوه. بس طبعا البشاميل بتاعكم كل ما كان معمول مثلا بسمنه او بزبده، حاجه منهم مثلا بيكون طعمه احلى وبيكون دسم كده. بنزل عليهم على طول ب5 معالق كبيره من الدقيق. والدقيق انا مش هصفره ولا احمره ولا اعمل فيه اي حاجه، كل اللي بعمله ان انا بس بديله التشويحه ياخد السخونيه، مش اكتر من كده. الدقيق بتاعكم لو لونه اتحول للون اصفر او محمر، ده هيغمق البشاميل بتاعي. انا عاوزه البشاميل يكون ابيض، وده بسبب ان الدقيق بتاعي انا ما بصفروش حتى يا جماعه. بعد كده ال5 معالق كبيرة دي انا بنزل لكل معلقة كبيرة من الدقيق، بنزل ليها بكوباية وربع من الحليب. يعني كمية الحليب بتاعتكم كلها هتكون 6 كوبايات تقريبا. خلاص كده. وممكن تحتاجوا اما نص كوباية عن كده، او ممكن كمان ما تحتاجوش، على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستعملوه. في دقيق بيحتاج سوائل اكتر، وفي دقيق ما بيحتاجش سوائل. تمام. المهم عشان البشاميل بتاعكم يطلع ناعم كده وكريمي وحلو، وما يخرصش منكم ولا يكتل، ان انتوا تنزلوا بكوبايه كوبايه. واللبن بتاعكم يكون بدرجه حراره الغرفه او من التلاجة، مفيش مشكله. المهم ان هو ما يكونش ساخن ولا مغلي ولا الكلام ده خالص. لو ساخن او مغلي البشاميل بتاعكم هيعجن. تمام. هننزل بالكوبايه الاولى، وبعد كده بسرعه بالمضرب اليدوي بتاعنا هنقلب على طول يا جماعه. ده هيخلي البشاميل بتاعكم مش متكتل ولا فيه حبيبات، وهيكون قوامه كريمي وناعم. كل ما يربط كل ما نحط الكوبايه من الحليب، وهنقلب على طول لحد ما كميه الحليب تخلص معانا. ونقلب بسرعه عاليه جدا او بسرعه سريعه عموما، عشان يكون ناعم زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الخطوات الجايه. خلاص هنا القوام بتاعه بقى ناعم وكريمي، وهتشوفوا برضو معايا هنا نزلت عندي برشة من القرنفل المطحون. لو مش موجود عندكم قرنفل مطحون مفيش مشكلة خالص، حطوا 5 عيدان من القرنفل، بيدي طعم حلو للبشاميل. بس مهم إن لو انتوا هتحطوه عيدان لازم تصطادوه طبعا قبل ما تحطوه على المكرونة بتاعتكم. وبنزل على طول عندي برشة من جوز الطيب. عاوزه اقول لكم ان جوز الطيب دي بتنقل المكرونه بالبشاميل دي او البشاميل عموما في حته تانية مختلفه تماما تماما. وعاوزه اقول لكم طريقه البشاميل النهارده في الفيديو هي الطريقه الاصليه الفرنسيه للبشاميل، الطريقه السهله البسيطه اللي مفيش فيها اختراعات كتير ولا مكونات كتير. ومعرفش احنا ليه دايما بنحب نخيل نفسنا باضافات كتير. هنزل عندي هنا بربع معلقه صغيره من الفلفل الابيض. لو مش متاح تقدروا تستعملوا مكانه فلفل اسود. ميزه الفلفل الابيض بس انه مش هيغمق لي البشاميل بتاعي. وبنزل عندي بنص معلقه صغيره من الملح. بلاش تزودوا ملح في البشاميل عن كده، عشان ما تنسوش احنا المكرونه حاطين فيها ملح، ولسه السجق هنحط فيه ملح، فاحنا مش عاوزين نكون ملحها
اوفر او حتى حادقه سيكه يعني. تمام. خلوا البشاميل كل ما كان ملحه هادي وقليل كل ما طعم المكرونه بتاعتكم كان حلو. هقلب كده كويس جدا. شايفين القوام كريمي وناعم جدا ازاي؟ ممكن تحسوا شويه ان هو لسه سايل مربطش، بس هو كده مظبوط. ما تنسوش ان احنا لسه هنجهز السجق بتاعنا، وكمان لما بنرفعه من على النار القوام بتاعه بيثقل كده شويه يا جماعه. فهنا خلاص البشاميل بتاعي جاهز تماما تماما. شوفوا هنا بقى معايا كده قوامه عامل ازاي، كريمي يا جماعه جدا، ومفيش فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجه، مظبوط. طيب يا فريده، لو البشاميل بتاعنا معرفناش نقلبه بسرعه، كتل، عمل حبيبات معانا، اي حاجه، عجن، اي حاجه من الحاجات اللي بنشوفها دي، ممكن يا جماعه عادي خالص بالهاند بلندر او الخلاط بتاعكم بعد ما حرارته تهدى كده شويه تضربوه وهينعم معاكم ومفيش حد شايف حاجه خلاص. بس لو اتبعتوا نفس النصايح دي هيظبط معاكم جدا جدا. شايفين رهيب ازاي؟ يلا بينا بقى نجهز السجق بتاعنا. طاسه سخنه على النار، بنزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه. بلاش المعلقه تكون كبيره قوي، يعني مش عايزينها كبيره مليانه بضمير. ممكن اقول لكم كمان ان هي معلقه صغيره، تمام، لان السجق بينزل دسم جامد جدا، فمش عاوزين يكون كميه الدسم تبقى رهيبه يعني. عموما مجرد ما السمنه بتاعتنا او الزبده او الزيت يسخنوا، هنزل عندي على طول بالسجق زي ما انتم شايفين كده يتشوح. لما تيجوا تشوحوا السجق باقي حلوين، بلاش تقطعوه قبل التشويح، لان ده هيخلي اللحمه تفرقع منه وتطلع، او الجلد بتاع السجق يفرقع فاللحمه هتطلع. خلاص كده حاولوا ان انتوا الاول تشوحوه بالطريقه دي، ولما ياخد لون ويستوى هنقطعه. ما تقلقوش، خلونا بس كده نمشي واحده واحده واقول لكم هنعمل ايه. المهم ان احنا بنستمر كده بتقليبه لحد ما ياخد لون ذهبي كده حلو، يعني لون محمر شويه كده بس مش غامق من الجناب. بعد كده بقى هنزل ببصلايه كده تكون حجمها كبير ومحترم، مقطعاها كده مكعبات صغيره، ومعاها 2 قرن فلفل اخضر عادي جدا مش سبايسي، مقطعاه برده مكعبات صغيره. هاخدهم كده تقليبه كويسه مع السجق. الوقت بقى كل اللي هعمله ان انا انكه الخضار اللي مع السجق. خدوا بالكم يا جماعه، انا هنزل بربع معلقه صغيره من البهارات السبعه، عليها ربع معلقه صغيره من البابريكا العاديه او المدخنه. السجق عاده بيبقى فيه التوابل بتاعته كلها والملح. كل اللي انا بعمله انا مش هضيف ملح خالص، لان السجق هيدي سنة ملوحة كده للخضار بتاعنا. كل اللي بعمله بنزل بالبهارات السبعة مع البابريكا عشان اطعم الخضار، مش اكتر من كده. اوعوا تحطوا ملح، لو حطيتوا ملح الوصفة هتبقى مش حادقة، هتبقى شرشة قوي. خلاص كده هاخدها بقى تقريبا كده واسيبها على نار هادية مدة 10 دقايق مش اكتر من كده. خلاص. السجق كده كده لسه هيخش الفرن مع المكرونه، فهيكمل تسويه، وهو اصلا ما بياخدش تسويه كتيره. تمام كده يا حلوين. بعد ما خلص ال10 دقايق وكمان السجق بتاعنا برد تماما تماما، بجيب كده كل واحده من دول. طبعا هي بردت حتى انا متحكمه ان انا امسكها وعارفه امسكها، وهفضل ان انا اقطع فيها كده بالمقص، افضل ليكوا على فكره من السكينه. خلاص، قطع كده صغيره زي ما انتم شايفين كده. على فكره القطع دي ما كانتش صغيره قوي، بس حاولوا صغروها كمان عن كده. خلاص كده. طيب عموما قطعوا كل الكميه بتاعتكم وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. بس لازم يا جماعه باكد عليكم ما تمسكوش السجق الا لما يبرد تماما تماما. ممكن تحطوه في مبرد تحت مروحه في تكييف، المهم ان هو يبرد. بعد كده احنا لسه طبعا ما خلصناش اللي احنا بنعمله، فهفتح تاني النار وهديله بقى تقليبه تاني بعد ما قطعته مع الخضار، وهبدا انزل بقى بالحاجات اللي احنا هنعملها لسه، المكرونه والبشاميل والكلام ده كله. نزلت عندي بقى بالمكرونه بتاعتي. طبعا انا كنت حطاها في مصفى زي ما قلت لكم، ما شطفتهاش ولا اي حاجه، بس قبل ما احطها على السجق يعني فركتها كده بالمعلقه، لان هي طبيعي من النشا اللي فيها بتكون لازقه كده شويه. وباخدها تشويحه، ما تنسوش يا جماعه احنا فاتحين النار، باخدها تشويحه كده محترمه مع السجق بتاعنا. المكرونه هتتنكه اكتر بالسجق والخضار مع اضافه السمنه اللي احنا حطيناها، مع كمان الدسم اللي نازل من السجق. يعني متخيلين الطعم رايح فين؟
بعد ما شوحت المكرونه كويس جدا مع السجق هبدا انزل عندي بالبشاميل. انا نزلت تقريبا ب5 مغارف من البشاميل كده في الاول. انا بقلبهم بخلي كده كل حاجه تاخد من طعمها. يعني تقريبا 70% شغل المكرونه دي على البوتاجاز يا جماعه، تمام كده. فهنحط كده كميه حلوه من البشاميل، والمهم ان احنا نسيب شويه يكونوا جنبنا عشان نحطهم على وش على وش المكرونه من فوق. خلاص هنقلب كويس جدا، مع مراعاة ان احنا لازم نقلب حلو عشان السجق يتوزع كله في المكرونه، ما يكونش حته فيها سجق كتير وحته فيها فاضيه، يعني حته ما فيهاش. المهم عاوزه اقول لكم كمان انه للامانه النص كيلو سجق كان كتير جدا جدا على كيس المكرونه الواحد. النص كيلو سجق ده كان عاوز كيسين مكرونه، لان ما تنسوش احنا بنقطعه قطع صغيره كده، والقطعه دي ما كانتش كمان صغيره، لكنه كان عاوز كيسين. خلاص كده يا حلوين. المهم نقلب بقى كويس، نوزع السجق حلو كده على المكرونه بتاعتنا كلها. خلاص وبهنا بقى نكون خلصنا. تعالوا بينا نجهز الصينيه. جبت الطاجن بتاعي وكان المقاس اللي هو الوسط، مش الكبير ومش الصغير. هبدأ انزل عندي بالمكرونة، وحاولوا على قد ما تقدروا يا جماعة ما يكونش فيه كمية سجق في الأرضية مثلا، يعني ما تكونش شايفين السجق اللي في الأرضية ده. حاولوا ما يكونش فيه سجق كده كتير في الأرضية، لأن هي طبعا هتاخد طبقة كده كريسبي خفيفة قوي من تحت، فأنا مش عايزة برضو السجق بتاعي يبقى فيه أي لطعات خالص. عاوزة أحس بطعمه كده وأنا باكل المكرونة. يعني حاولوا يكون على المكرونة من فوق، تمام. زي ما انتم شايفين أنا كنت الأول بسطات كده المكرونة، كنت عاوزة أعمل قاعدة كده كويسة من المكرونة، وبعد كده احط السجق عادي بالمكرونة بقى كله مع بعضه مش فارق. المهم ان انا ما كنتش عاوزة المكرونة تكون ملامسة للطاجن بتاعي. خلاص كده. وعلى فكرة هي كانت ملامسة برضه يعني انا كنت بحاول بس برضه كانت ملامسة. افردوها بقى كويس جدا، ومش هقول لكم نص تحت ونص فوق لان هي كلها متقلب فيها السجق، فمش هتفرق معانا خالص. المهم لما نيجي نحط نضغط بس المكرونه كويس، ونوزع السجق حلو في كل الاماكن. زي ما انتم شايفين كده، حته ممكن يكون فيها كتير وحته تكون فاضيه. خلاص. ايه يا جماعه، انا كنت بشتغل وولادي كانوا جنبي، ريحتها كانت رهيبه قوي، كانت حلوه جدا جدا. ما تخيلتش ان هي تكون كمان آه ريحتها هتبقى كده يعني. وكنت في الوقت ده بقول يا ترى طعمها هيبقى عامل ازاي، لان كنت اول مره اعملها. المهم نزلت عندي بكمية كمية البشاميل اللي هي باقية معايا، وبحاول بقى ان اي جزء كده ظاهر، اي حتة لحمة ظاهرة احط عليها بشاميل. خلاص كده يا حلوين. بفرد بقى البشاميل بالاستاتيولا بمعلقة، باي حاجة عندي متاحة، وباخدها على طول كده في الفرن. الفرن بتاعي يكون ساخن مسبقا قبلها مثلا بربع ساعة. ويعني اول ما ابدا احط المكرونه في الطاجن بتاعي هشغل الفرن على درجة حرارة 190. السلكة فوق النار مباشرة يا جماعة. مجرد ما الجنيه بتاخد لون ذهبي كده حلو، هفتح عليها الشواية، مع مراعاة ان انا اقلب يعني الصينية كده، ادورها كل شوية وابص عليها. حطيت طبعا هنا على الوش جبنه رومي مقطعاه كده قطع صغيره، مفيش موجود عندكم تقدروا تحطوا قطع صغيره من السمنه على الوش، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، مفيش مشكله خالص. اللي انتوا عاوزينه. المهم يا جماعه ابعدوا عن البيض. عارفه ان في ناس بتحط بيض على الوش، بس ابعدوا عنه، صدقوني بيعمل زفاره كده وطبقه كده زي قشره، تقدروا انتوا تشيلوها ولا كانكم حاطين اي حاجه. خلاص كده. وكاختيار زيادة حطيت معلقة صغيرة كده، وزعتها بالكامل على الصينية سمنة، تمام. يعني انا بقيت اخد كده ابل المعلقة سمنة وادي مساحات خفيفة خالص. مش عاوزين تحطوا مفيش مشكلة، المتاح عندكم اعملوه. خلاص يا جماعة. بس كده هاخدها بقى على طول في الفرن بتاعنا، ونشوف بعد كده هتبقى شكلها عامل ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين شكل الطاجن رهيب ازاي؟ بجد يا جماعة رهيبة وفظيعة، وريحتها رهيبة. عاوزة اقول لكم ما قعدتش حقيقي يا جماعة، تقريبا خلصت في خلال نص ساعة ما لقيتش الصينية. رهيبة بجد وطعمها حلو قوي. حطيت كده على وشها من فوق رشة صغيرة من الكزبرة الخضراء، بكسر اللون. وعلى فكرة بحبها قوي مع الحاجات دي، بيبقى ليها نكهة كده حلوة. بسلك كده الجناب، هي كانت متسلكة بس قلت برضو جايز تكون حتة لازقة ولا حاجة،
بسلكها كده كويس. وممكن لو انتوا بتحبوها بقى صيصة قطعوها على طول. لو بتحبوها متماسكة كده شوية ومظبوطة القطعة كده بقطعتها، سيبوها شوية لحد ما تهدى بس وهتمسك كويس. انا بصراحة ما استنيتش وما بعرفش ان انا استنى على الحاجة خالص، قطعتها على طول. ومن ريحة ولادي ما كانوش قادرين خالص ان هم يستنوا. نقطعها كده ونحطها على طول في الاطباق ونشوف هتبقى عاملة ازاي. عايزاكم انتوا بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الشكل الرهيب ده، والطعم بقى انا اقول لكم عليه. بجد رهيبة شكلا وطعما وكل حاجة، كل حاجة مظبوطة فيها بجد. الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة ضروري لازم تشتركوا، وكمان تفعلوا زر الجرس واللايك الحلو والكومنت الجميل. اكتبوا لي كمان في التعليقات ايه هي الوصفات اللي حابين ان احنا نعملها الايام الجاية دي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وصفات جديدة. باي باي.